النهارده كنت بسمع بودكاست لصلاح ابو المجد، قال على شويه معلومات في اول ربع ساعه، ما كملتش البودكاست بس معلومات من ذهب. اول معلومه هو قالها، تمام، اول معلومه هو قالها: اي حاجه تقل مزاجك اعتبرها تحدي. يعني بمعنى صح، احنا كشباب بتقابلنا مشاكل كتير لما نيجي مثلا ننزل مواصلات علشان نروح الشغل ولا نروح الجامعه، ولا نيجي نصحى من النوم نلاقي ان المدير طلب مننا تاسكات عشان يعكر علينا، ولا في مشاكل في الشغل، ولا لقينا رساله على الواتساب ولا انستجرام ولا رساله في اي حته بتعكر مودنا. فممكن احنا نصحى من النوم اصلا احنا ما فيش يعني يوم المود بتاعنا 100%، مش متعكرين، مش مخنوقين، مش متضايقين، بس لما يجي يحصل الموقف ده اليوم بتاعنا بيتقلب 180 درجه، المود بيروح في 60 داهيه. بس لما نيجي نسمع الكلمتين اللي صلاح ابو المجد قالهم، اللي هو قالهم عباره عن ايام شافها، ايام سودة شافها في حياته، ونبدا نسمع بكلامه نلاقي ان فعلا هو بيتكلم كلام هو شافه في حياته. يعني احنا بمعنى اصح كشباب لما تقابلنا مشكله وناخد المشكله دي تحدي، يعني يا مكسب يا خساره. احنا كشباب لما نيجي نخش في حاجه مكسب يا خساره 99% لازم نكسب. ليه؟ علشان احنا كشباب بند الخساره يعني مش موجود عندنا، عايزين نكسب باي حاجه، عايزين نكسب حتى لو هنشوف ايه، عايزين نكسب حتى لو هيحصل ايه. الشباب عندها الدوبامين عالي، فهي عايزه تكسب في كل الاوقات وفي كل وقت، تمام. فاحنا لما تيجي تقابلنا مشكله زي كده وناخد المشكله دي تحدي اللي احنا هنكسب او هنخسر، فهي دي حاجه حلوه لينا، حاجه حلوه لينا. ليه؟ اللي احنا هنكسب ازاي نحل المشكله، هنكسب ان احنا ازاي مودنا ما هيتعكرش بسبب مشكله تافهه، هنكسب اللي احنا يومنا مش هيتنكد عليه. مع مرور الوقت هنلاقي نفسنا اللي احنا بدأنا ننجز، بدأنا المشاكل ما تأثرش علينا، بدأنا اللي احنا نطور من نفسنا، والمشاكل والظروف اللي احنا بنشوفها بدأت مش تأثر علينا، واحنا لسه مكملين واحنا لسه ماشيين. فدي اهم حاجة لازم ان احنا كشباب نفهمها. اي مشكلة تقابلك، اي ظروف تقابلك، خدها كتحدي، يكسب يخسر،